السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام والمتابعين الأفاضل في هذا الفيديو. بداية أهنئكم جميعا بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، ونسأل الله تعالى أن تكون سنة خير على الجميع. حقيقة أن منذ أن أعلنت إسرائيل عن اعترافها بمغربية الصحراء بصفة رسمية، والحديث كبير في الجزائر وفي غير الجزائر، لكن السؤال الذي فرض نفسه بقوة: هل حقيقة أن هذا القرار لا حدث كما وصفته البوليزاريو، أو أنه كما تصف فيه بعض الدوائر في الجزائر من دون أن تتحدث رسميا ولا تعلق؟ هل حقيقة لا حدث؟ حقيقة أنه في فقه الدبلوماسية الجزائرية وفي فقه السياسي الجزائري إن صح التعبير، كلمة لا حدث تذكرنا بواحد الحادثة، هو اجتماع سانتي جيديو في مطلع التسعينات بعد ما اندلعت تلك الأزمة بعد الانقلاب العسكري وبدأت الحرب والسلاح والدماء في الجزائر. اجتمعت شخصيات سياسية من بينهم أحمد بن بلة رحمة الله عليه، آيت أحمد، محفوظ نحناح رحمهم الله جميعا، وعلي يحيى عبد النور أيضا توفي رحمة الله عليه، وحضرها أيضا عبد الله جاب الله، لويزا حنون، وحضرت وجوه أخرى من جبهة الإنقاذ التي آنذاك كانت في واجهة الصراع مع النظام. خرج أحمد عطاف آنذاك كان وزير الخارجية، ووصف ذلك الاتفاق أو إعلان سانتي جيديو من أجل حقن دماء الجزائريين بلا حدث، أو باللا حدث، وصفوا هكذا، رغم أن المبادرة آنذاك كانت مبادرة واقعية، مبادرة سياسية، مبادرة حوار سياسي، لكن النظام الجزائري آنذاك العب على وتر. هذم راحوا اجتمعوا في كنيسة أجنبية، هذم يريدون تدويل الأزمة، خلاص خلينا نرفض هذا المقترح وهذه الدعوة إلى الحوار، وخلينا نمشي في منطق الدم. منذ رفضهم للحوار هذاك إلى غاية 99 مجازر، يعني مئات الآلاف من الجزائريين قتلوا، الجرحى أيضا بمئات الآلاف، المختفين، المفقودين، الدماء سالت، الخسائر المادية اللي فاقت 70 مليار دولار يعني مبلغ مبدئي. كل ذلك جرى. في النهاية ماذا حدث؟ في 99 داروا مبادرة الوئام المدني، وثم بعد ذلك ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في 2005، كلها تقريبا صورة تبقى الأصل من المبادرة التي أطلقتها شخصيات سياسية وأحزاب سياسية من سانتي جيديو. يعني سميتها لا حدث، وكملت في المسيرة الدموية والاستئصالية والحرب وخيار الموت، وبعد سنين عودت رجعت إلى نفس المقترح. لو أخذت بعين الاعتبار في لما حدث أعتقد في 94 ما وصل الوضع إلى هذا الحال. يعني الآن مباشرة أعلنت إسرائيل اعترافها بمغربية الصحراء، لا حدث، يعني تخرج البوليزاريو تسميه لا حدث، وهي تعلق على الحدث وتعلن موقف وتحذر. إذا كان لا حدث على هدرت عليها، بمجرد أن تقول على حدث معين أنه لا حدث راك صنعت حدث. حتى تأتي إلى لا حدث وتقول عليه لا حدث، أنت حولت إلى حدث، وهذا الذي جرى. نشوف وسائل الإعلام الجزائرية كلها تعلق، وهذا والمحتل يعترف بمحتل والأشياء من هذا القبيل، وهو في نفس الوقت لا يعنيهم شيء، لأنه لا قيمة له أخلاقية، وأنه ذاكره احتل إسرائيل، يعترف باحتلال المغرب للصحراء، هكذا يقولوا، هذا هو منطقهم. لكن لماذا هذا التألم وهذا التوجه؟ يجب أن نفهم شيء يا جماعة. منطق لا حدث في قضايا دولية مثل هذه راه منطق غبي وسخيف، وما تجيش تصرح رسميا على حدث أنه لا حدث باش تقلل من شأنه، لا، هذا كلام فارغ. لما اعترف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، ماذا اعتبروها؟ اعتبروها حتى هي لا حدث، ومجرد تغريدة تروح مع صاحبها. لكن ماذا حدث لاحقا؟ قلت لكم أنا ذاك راهي تغريدة للدولة العميقة وليس لترامب. ربما يعود ترامب إلى الحكم، أو تعود شخصية أخرى مقربة من دائرة ترامب ومن الفكر الجمهوري في أمريكا، رايح يعطي نفس آخر في هذه القضية، خاصة بعد التطورات الأخيرة
اللي حدثت بزيارة تبون وما قاله في روسيا، زيارة تبون إلى الصين، وما قاله أيضا على تايوان، وأنه عاكس الرغبة الأمريكية في مسألة تايوان ومثل هذه الأمور. سيأتي مستقبلا دور قضية الصحراء وستهتم بها أمريكيين إلى أبعد الحدود، وأيضا سيكون هناك اهتمام بحركة الماك في منطقة القبائل، وهذا هو اللي راح يحدث. لذلك أنك تأتي على أمر تقول عليه لا حدث، أنت رديت حدث. أمر آخر، لا يمكن أن يكون هذا الموقف لا حدث. أولا، إسرائيل في منظومة المجتمع الدولي هي دولة عضو في الأمم المتحدة، معترف بها الأمم المتحدة، لديها شراكات استراتيجية مع قوى كبرى منها أمريكا، فرنسا، دول أوروبية، روسيا، دول إفريقية ذات ثقل. يعني ما هيش دولة أو خيمة أو كما يقولوا جمهورية نتاع القواطن هذوك نتاع مخيمات تندوف، ممكن تقول كلمة لا حدث. ما هيش دولة. المغرب الغريبة، عفوا مش المغرب، الجزائر، عندما تجي ترد على المغرب في شيء بخصوص البوليزاريو تجيب تصريحات للبوليزاريو والجمهورية الصحراوية وتقول بأن الجمهورية الصحراوية حقيقة لأنه عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي. أما إسرائيل اللي هي نشأت في 48 وبدأت الاعترافات الدولية ونالت العضوية في الأمم المتحدة، هي كيان، رغم أن إسرائيل وجدت على الأرض قبل الجمهورية الدولة الجزائرية المعاصرة اللي بدأت في 62. إسرائيل سبقتها بسنين، يعني في الفترة اللي كانت الجزائر محتلة بعد ما كانت تحت سلطة العثمانيين، جاء الاحتلال الفرنسي واستمر من 1830 إلى غاية 1962. يعني إسرائيل نشأت في 1942، أي بسنين طويلة. في ذلك لما نشأت إسرائيل كانت فرنسا ترتكب مجازر 8 ماي 45، يعني قبلها ارتكبت مجازر 8 ماي 45. بعد 3 سنوات نشأت إسرائيل. معناها الدولة الإسرائيلية هذه المعترف بها في الأمم المتحدة نشأت قبل دولة الجزائرية اللي بعد الاستعمار الفرنسي. هذه يعني دولة عضو في الأمم المتحدة. الجزائر تتغنى بالشرعية الدولية. كيف تتغنى الشرعية الدولية وتسمي إسرائيل كيان، رغم أنه وزير الخارجية أحمد عطاف العمامرة أجرى حوار مع روسيا اليوم، قال دولة إسرائيل. تبون لما تكلم من قبل وهو ينتقد المغرب ذكر كلمة الدولة، لكن لما يسوقوا للجزائريين الكيان أي روح للإعلام الجزائري خليه، لأنه لو كان الإعلام الجزائري مستقل بمعنى الكلمة يجي وسيلة إعلامية تقول عليه الكيان، نقولوا هذا راه موقف من طرف وسائل الإعلام لهذه وسيلة الإعلام وخطها التحريري. لكن ندرك تماما أن وسائل الإعلام الجزائرية سواء كانت رسمية بصفة معلنة أو خاصة وهي مستغلة من طرف، وهي كما يقولوا رئيس تحرير واحد في جهاز المخابرات في بن عكنون، وتقول هذا الكلام، أعتقد بأنه بإعاز. أولا هذا الاعتراف من طرف دولة. الأمر الآخر، ما هيش دولة عادية. أمن إسرائيل خط أحمر بالنسبة للقوى الكبرى، يعني باش نتفاهموا على حاجة، وأي شيء تصنف إسرائيل يتعلق بأمنها ووجودها راح يكون خط أحمر لدى القوى الكبرى. لذلك أنه جاي الأمر مستقبلا تصير علاقات المغرب مع إسرائيل تدخل في إطار أمن إسرائيل، إذا كان صعدت الجزائر باستهداف ربما مصانع أو شركات تكون بالشراكة ما بين إسرائيل والمغرب، راح يولي من أمن إسرائيل. أمر آخر مهم، أن إسرائيل هي دولة لديها كيان ولديها لوبيهات ولديها نفوذ. روح شوف اللوبيهات اللي تساند إسرائيل في مجال المال، الأعمال، الإعلام، الدبلوماسية، الهيئات الدولية، تشوف نفوذها في قوى كبرى. شوفوا النفوذ الإسرائيلي في البيت الأبيض، في الكونغرس، النفوذ الإسرائيلي في فرنسا في الإليزي، النفوذ الإسرائيلي في كل دول. معناها النفوذ الإسرائيلي كدولة والنفوذ اليهودي كمحور معين يوالي إسرائيل، فضلا عن منظمات وهيئات دولية ما هي شرط تكون يهودية كي تدعم إسرائيل، هناك أيضا المصالح المشتركة. إذن هذا الاعتراف لن يقتصر على إسرائيل، بل أيضا يقتصر على لوبيهات وكيانات معينة للنفوذ الإسرائيلي في العالم. أمر آخر، إسرائيل عندها شراكات مع دول، مع هذه الشراكات مع الدول في أوروبا، في أمريكا، في القارات الخمس، وأيضا في إفريقيا. وهذا الأمر لن يقتصر على
إسرائيل، بل سيتجسد ذلك مستقبلا. أمر آخر أن الجزائر كانت تراهن على شيء اسمه القوة العسكرية للجيش الجزائري والضعف العسكري للمغرب، لكن في الآونة الأخيرة المغرب تحول إلى قوة عسكرية، وستزداد أكثر مع هذه العلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل، حيث سنشهد أسلحة، سنشهد اتفاقيات في مجال العمل الاستخباراتي والعمل الأمني والعمل التقني والسيبراني، وكل هذه المجالات سنشهد طفرة كبيرة في الجانب المغربي. معناها أن الجزائر كانت تراهن على الحل السياسي والدبلوماسي مع قوى تتحالف مع الجزائر من أجل الضغط على المغرب وتحقيق دولة سادسة في المنطقة عن طريق الضغط الدبلوماسي. هذا الأمر صار ضعيف جدا، لا مكان له. بقى الجانب العسكري، الجزائر ولت تراهن على صناعة قوة عسكرية للبوليزاريو تدعمها، وبذلك البوليزاريو تدخل في حرب مع المغرب وتجبر المغرب على الذهاب إلى استفتاء تقرير المصير، وبذلك يكون نتيجة هذا الاستفتاء هو إعلان دولة سادسة في المنطقة المغربية. هذا الرهان انكسر أمام هذه التطورات. التعاون العسكري الاستراتيجي بين المغرب وأمريكا بصفة المغرب كحليف خارج حلف الناتو، حليف استراتيجي خارج حلف الناتو للمغرب، وأيضا الصناعة المتطورة والاتفاقيات الاستراتيجية مع دول أوروبية وما إلى ذلك، زادت القوة العسكرية الإسرائيلية أيضا دفع للأمام لتحويل المغرب إلى قوة عسكرية حقيقية، من خلال أن المغرب يتجه نحو صناعة أسلحته، ربما صناعة طائرات درون وما إلى ذلك، مما يجعل الحرب ما بين البوليزاريو والمغرب التي كان يراهن عليها عسكر الجزائر حرب غير متكافئة أبدا، ولا يمكن للبوليزاريو أن تصمد أمام المغرب، مما يجعل أن البوليزاريو ستتحول إلى ميليشيات عسكرية تتواجد تماما على التراب الجزائري، لأن المنطقة العازلة اللي تسميها البوليزاريو حرة أصبحت محرمة بمعنى الكلمة، وربما مع التطورات الدولية تصبح مش محرمة بسبب طائرات درون، بل أنها ستكون محرمة بسبب استعادتها بكامل من طرف المغرب إذا انتهت مهمة المينورسو. وأنا أرجح بأنه إذا في حدود 2 أو 3 سنوات ستنتهي مهمة المينورسو، ربما يزيدوا يجددوا لها مرة أو مرتين، وبعد ذلك تصير خطوة أخرى نحو ماذا؟ سحب قضية الصحراء من اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار في الأمم المتحدة. أمر آخر العمل على تشكيل شيء جديد ومهمة جديدة إلى قوات ربما تكون حفظ السلام، أو إلى تحالف دولي تقوم به بعض الدول منها أمريكا وإسرائيل وكذا وكذا، ويتواجدوا في هذه المنطقة وما إلى ذلك من هذه الأمور. لذلك نجي يقول لك الآن لا حدث ويلعب لك على وتر الشعبوية، وهذا محتلين الإسرائيل هم يرتكبوا جرائم بحق الفلسطينيين، يجوا يعترفوا بناس آخرين يرتكبوا بجرائم بحق الصحراويين، إذن هذا تحالف لا حدث ولا قيمة أخلاقية له. إذا كان رح نقيس الأمر بهذا، فقلتم لا حدث في مرحلة معينة، وهذا الاصطلاح أدى إلى مقتل 400,000 جزائري. النظام الجزائري قتل 400,000 جزائري، النظام الجزائري أدى إلى مفقودين جزائريين وما إلى ذلك من هذه الأمور. إذن من يجيني الآن ويقول لي أنه لا حدث، صدقوني راهي يواسي في نفسه، راهي يحاول أنه يطمئن نفسه، أنه كما يقول عنده وجع كبير، ويحاول أنه من خلال هذا الكلام يضمد هذه الجراح اللي في عمقه. ولكن الحقيقة أن الأمر ليس أنه لا حدث على المستوى الاستراتيجي، على مستوى ما سيترتب عليه. وقد لاحظنا ذلك مباشرة بعد الإعلان، وسافر وزير الخارجية الإسرائيلي إلى فرنسا، والجانب آخر أنه بدأت الأصوات تتعالى داخل فرنسا تطالب الإليزي بالاعتراف بمغربية الصحراء، وهو الذي سنشاهده في دول أخرى، كما أنه ستتشكل مرحلة جديدة ربما مع إدارة بايدن لن تتشكل في ظل حرب أوكرانيا وما إلى ذلك، لكن أعتقد إذا جاءت إدارة أخرى ستكون من أولوياتها أيضا تشكيل مرحلة أخرى ودور آخر دولي، يكون فيه أمريكا وتكون في إسرائيل وإسبانيا وبعض الدول الأوروبية، لإنهاء هذا الملف، لأن هذا الملف لم يعد من أولوياتهم، وحان أوان إنهاء نهائيا. وهذا سيؤدي حتما إلى إدراج البوليزاريو في قائمة الإرهاب وبعض القرارات الأخرى التي لن تأتي على هوى نظام العسكر في الجزائر. لذلك من يأتي ويقول بأنه لا حدث،
أنت الذي لا حدث في هذه المسألة. هذه الحقيقة، هذا إنجاز دبلوماسي كبير ستترتب عليه إنجازات أخرى على مستوى الهيئات الدولية، على مستوى الدول، على مستوى الاتفاقيات الأمنية، على مستوى التعاون العسكري المغربي مع كثير من القوى، وأيضا على المستوى الأممي سيتصاعد الصوت المناهض لأي أطروحة في إطار ما تخدم أطروحة الجزائر الداعمة لإنشاء دولة سادسة في المنطقة، أو ما تراها المغرب هي أنها مجرد انفصالية. سيأتي الدور للوجه الآخر من الانفصالية، على أساس أن الإرهاب والانفصالية وجهان لعملة واحدة، والجزائر هي التي أول من جعلت الانفصالية إرهاب، هي الدولة الجزائرية الحديثة عندما أدرجت الماك كحركة إرهابية وبقرار صدر بالجريدة الرسمية، رغم أنه لم تثبت أي أعمال عسكرية ولا أنه الماك عندها جناح عسكري، في حين البوليزاريو التي هي انفصالية في نظر أغلبية الدول العربية، في نظر قوى كبرى، عندها جناح عسكري ممول من طرف الجزائر، ويقوم بعمليات عسكرية تستهدف المغرب وتستهدف مستقبلا ربما تكون بنى تحتية هناك في تلك المناطق، وإذا تم استهدافها أو المساس بها معناها المساس بمصالح قوى مختلفة وقوى حليفة للمغرب. أنا لا أقول هذا الكلام أنني أقلل من دور المغرب أو أن المغرب استقوى بإسرائيل كما قال العمامرة نفسه قال المغرب يستقوي بإسرائيل، مما يجعل أنه ما حدث حقيقة ليس لا حدث، لأنه دولة كما وصفتم تحاولوا يضعفوا فيها ويقولوا تستقوي بإسرائيل، وعندما تأتي إسرائيل وتعترف بمغربية الصحراء بعدما كانوا يقولوا أن إسرائيل ضحكت على المغرب ولم تعترف له بمغربية الصحراء، أصبح لا حدث. أنتم اللا حدث حقيقة في مشهد الأحداث التي تأتي تباعا وسريعا وستترتب عليها أمور أخرى. استهنتم بقرار ترامب واستهنتم بقرار سانشاز وتستهينون بقرار نتنياهو، وستأتي دول أخرى وتبقوا أنتم على مستوى الظاهرة الشعبوية في ممارسة الدبلوماسية تستهينون بهذا، وفي نفس الوقت تصفقون إلى جمل عابرة تأتي في لقاءات ثنائية كما حدث في لقاء تبون مع الرئيس الصيني، على أساس أنه هناك اتفاق على دعم الحل الأممي بما يحفظ حق الشعب الصحراوي في تقرير مصير، وهي جمل للاستهلاك فقط، ولكن على أرض الواقع هناك حسابات أخرى. فالمغرب حسم، أنا أقولها لكم بكل وضوح ويجب أن تفهموها، المغرب حسم الأمور هذه داخليا، ولم يعد للبوليزاريو وجود، هذا على مستوى الداخل، وبدأ في طريق الحسم الدبلوماسي، ثم يتجه الأمر عن طريق الحسم العسكري، وأيضا عن طريق الحسم الأمني في كثير من الملفات، والحسم الاقتصادي والاجتماعي وما إلى ذلك. وهذا الذي يجعل أن قرار إسرائيل بالاعتراف بمغربية الصحراء هو حدث يضاف إلى أحداث أخرى. فأمريكا هي القوة العظمى في العالم، اعترفت بمغربية الصحراء، ترتبت عليها كثير من الأمور، جاءت أقوى دولة في المشهد هذا بصفتها محتل سابق للصحراء وهي إسبانيا، مما أيضا سترتب عليه كثير من الأمور، والجزائر وصفتها بالخيانة وما إلى ذلك. ثم جاءت إسرائيل أي التي هي أقوى دولة في صناعة اللوبيهات والنفوذ وكما يقال التمدد الناعم داخل القوى الكبرى، أيضا اعترفت بمغربية الصحراء. ثم بعد ذلك ستأتي دول أخرى، ومن يراهن على أن هذا الأمر سيمر مرور الكرام صدقوني هو يستعجل فقط أن يرى النهاية تعلن عن طريق الأمم المتحدة، وهذا لن يطول كثيرا. يجب أن ننظر إلى الواقع بعيدا عن العواطف. خليك من العواطف، خليك من الشعارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ما الذي حققته الجزائر بشعاراتها حول فلسطين أو معاداتها الشعاراتية لإسرائيل؟ ما الذي حققته؟ لم تحقق شيئا. لكن المعاملة والدبلوماسية الواقعية في التعامل مع التطورات الدولية، هذا ما يفتقده نظام العسكر، وسيؤدي إلى كثير من الأضرار التي تترتب على هذه العقلية الشعبوية التي لا تسمن ولا تطعم ولا تغني من جوع. والأيام سجال بيننا في هذا الأمر. لذلك اختصارا أن ما حدث هو حدث كبير،
ومنعطف كبير، وهو ما شكل رعب حقيقي في سرايا الحكم في الجزائر. ومن يقول غير هذا فهي مجرد أكاذيب إعلامية من إعلام شوشع كما يوصف. وتذكروا هذا الكلام جيدا أيها المتابعون الكرام. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.